تيست. ماشي الحال؟ يلا. هاي، أنا نور. اليوم رح نحضر سوا عجينة السكر بالمارشميلو من ضمن سلسلة الوصفات الأساسية لتحضير الكيك. أول ما بلشت بتحضير الكيك كنت فضل اشتري الفوندنت جاهزة، بس مؤخراً جربت وصفة فوندنت بالمارشميلو وكتير عجبتني، رح شارككن إياها. وصفتنا محضرة من 300 جرام مارشميلو أبيض و8 كبايات سكر بودرة منخولة مرتين أو أكتر لنتأكد إنه فلوفي. و8 كبايات سكر بودرة منخول مرتين أو أكتر لنتأكد إنه فلوفي وما في أي تكتلات. 3 ملاعق كبار مي وزيت أو سمنة. بحب هيدي الوصفة لأنها سهلة كتير وبتتحضر بالمايكروويف. بنبدأ أولاً بدهن جات بالزيت، بنحطه بقلب المارشميلو وبندخلهم على المايكروويف. وبعد ما يمرق 30 ثانية بنشيل المارشميلو من المايكروويف وبنحركه بمعلقة مدهونة بالزيت، وبنضلنا نعيد هيدي الخطوة لنتأكد إنه المارشميلو داب. وهلأ بنزيد السكر البودرة وبنخلط من جديد. وأهم شي تنتبهي للمارشميلو لأنه بهيدي المرحلة بعده سخن وممكن إنه يحرق. بننقل العجينة على الطاولة وبندعكها لمدة 10 دقايق ليصير عندنا عجينة متماسكة. وبعجينة السكر أكيد فينا نعمل أي شكل منحبه مثل هيدي الوردة. ما تنسوا تتركوا لي أسئلتكم واقتراحاتكم بالكومنت بوكس، تعملوا سبسكرايب لقناة أطيب طبخة وتدقوا الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشن لكل الفيديوز الجداد.